وعموما يعني انا النهارده برضو يعني ايه مش طالع ان انا مثلا احفل او كلام من ده، عشان انتوا ظالميني على فكره. جمهور الزمالك ظالمني، جمهور الزمالك ظالمني، او اللي هم يعني بعض الناس اللي بتخش عندي دلوقتي ديت ظالميني. انا مش بحفل، ده مش تحفيل. انا بس عشان صفحات الزمالك ما بتكتبش اي اخبار خالص عن الماتشات دي، ما اعرفش ليه. يعني كانوا بيكتبوا عن كل الماتشات قبل كده، لكن من ساعه بدايه السلسله ديت اللي هي بتاعه الخمس ماتشات ما كتبوش ولا اي حاجه خالص، ولا قالوا مثلا الماتش الساعه كام ولا مش عارف ايه. فانا عارف ان جمهور الزمالك ده جمهور صفوه، وبيبقى طبعا بيحب العاب الصالات، وبيحب الفرق كلها بتاعه الزمالك، وبيحب كل الالعاب، ويتفرج على كل الالعاب، وبيتابع الزمالك في كل حاجه. فانتم الصفحات بتاعتكم مش ناقله لكم كل الاحداث. فانا بحاول ان انا ايه اعرفكم، بس اعرفكم ان الزمالك النهارده لاعب كذا، الزمالك النهارده اتغلب في كذا كده. اصل هتعرف منين يا صاحبي؟ مفيش حد يعرفك. فعرفت انك ظالمني. انت تفكر ان انا بحفل عليك، لكن نيتي لا، نيتي سليمه. اوعى تفكر ان انا بحفل عليك. انا بعرفك بس يا صاحبي ان الزمالك اتغلب النهارده ثالث مباراه على التوالي من النادي الاهلي في كره السله في دور نصف النهائي طبعا. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي يا جماعه الاهلي بيعمل الزمالك في كره السله بنفس النكته بتاعت المستنصر بالله اللي كانت في مسرحيه شارع محمد علي ديت، ولما كان بيقول له تراهني ان انا اضرب نفس الراجل هو لثالث مره على قفاه، قال له اه رانك. ادي نفس المعامله. ثلاث مباريات على التوالي الاهلي بيفوز. طبعا المفروض ان كان في ماتش النهارده بين الاهلي والزمالك في كره السله، ده كان الماتش الثالث تمام في نصف النهائي من دوري السوبر للسله. فيا عم يعني اديني اي حاجه، اديني قلم كده في النص اكسب ماتش. لا وايه بقى، يعني اول ماتش طبعا كان انتهى بنتيجه 79-60، فكانت النتيجه صعبه شويه. جه الماتش اللي بعده الاهلي كسب 76-71، فقال لك ايه المستوى اتحسن شويه. فانا قلت لكم في الفيديو اللي فات لو تفتكروا، قلت لكم الماتش الجاي هنكسب فرق 2 او 3. النهارده كسبنا فرق 3 83-80. لا وايه بقى، الاهلي بيعملوا معامله وحشه والله العظيم. العيال بتوع السله دول يعني ربنا مش هيسامحكم. اصل اللي انتوا بتعملوه ده مش طبيعي، انك تعشم الزمالك في الماتش وتخليهم يفرقوا ب 13 بونت وخلاص بقى قال لك احنا هنكسب بقى وهنكسب ماتش يا اخي اخيرا مش عارف ايه، وفي الاخر تقوم طك مديها لهم برضه. ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟ ما تكسب من الاول مرتاح على طول زي اول ماتش ولا حاجه، خلي الدنيا سهله كده يا اخي. ليه بتصعبها عليهم؟ وعموما يعني انا النهارده برضو يعني ايه مش طالع ان انا مثلا احفل او كلام من ده، عشان انتوا ظالميني على فكره. جمهور الزمالك ظالمني، جمهور الزمالك ظالمني، او اللي هم يعني بعض الناس اللي بتخش عندي دلوقتي ديت ظالميني. انا مش بحفل، ده مش تحفيل. انا بس عشان صفحات الزمالك ما بتكتبش اي اخبار خالص عن الماتشات دي، ما اعرفش ليه. يعني كانوا بيكتبوا عن كل الماتشات قبل كده، لكن من ساعه بدايه السلسله ديت اللي هي بتاعه الخمس ماتشات ما كتبوش ولا اي حاجه خالص، ولا قالوا مثلا الماتش الساعه كام ولا مش عارف ايه. فانا عارف ان جمهور الزمالك ده جمهور صفوه، وبيبقى طبعا بيحب العاب الصالات، وبيحب الفرق كلها بتاعه الزمالك، وبيحب كل الالعاب، ويتفرج على كل الالعاب، وبيتابع الزمالك في كل حاجه. فانتم الصفحات بتاعتكم مش ناقله لكم كل الاحداث. فانا بحاول ان انا ايه اعرفكم، بس اعرفكم ان الزمالك النهارده لاعب كذا، الزمالك النهارده اتغلب في كذا كده. اصل هتعرف منين يا صاحبي؟ مفيش حد يعرفك. فعرفت انك ظالمني. انت تفكر ان انا بحفل عليك، لكن نيتي لا، نيتي سليمه. اوعى تفكر ان انا بحفل عليك. انا بعرفك بس يا صاحبي ان الزمالك اتغلب النهارده ثالث مباراه على التوالي من النادي الاهلي في كره السله في دور نصف النهائي طبعا من دوري السوبر. المفروض يعني الماتشات دي بتبقى خمس ماتشات. الطبيعي والمنطقي في الاحداث دي بيلعبوا ماتشين مثلا، ايه ده بيكسب ماتشين وده بيكسب ماتشين، فبيلعبوا ماتش فاصل اللي هو الخامس، واللي يكسب هو اللي هو اللي بيوصل. او مثلا فرقه بتكسب ماتشين وفرقه بتكسب ماتش، فالفرقه اللي كسبت ماتشين بتكسب الماتش الرابع تمام، بيبقى 3-1 وخلاص. لكن 3 صايمه دي كده صعب، بتبقى صعبه قوي يا صاحبي بصراحه. انا مش عايزك تزعل، اصل عادي يعني يا صاحبي ما جاتش من الماتش بتاع السله يعني، او بطوله في السله. انت كده السنه دي يا صاحبي انت مغلوب كل البطولات، ما كسبتش ولا بطوله واحده بس يا صاحبي. اللي هي بتاعه الطايره اللي انت كنت فرحان بيها بتاعه البنات دي. ايوه يا صاحبي انت خسرت كل البطولات. فمعلش يا صاحبي يعني ما جاتش على البطوله دي، بس انا لازم اعرفك، لازم تعرف فرقتك خسرت ايه النهارده، فاهم؟ يعني كل بطوله تخسرها ان شاء الله انا هطلع، ما تقلقش والله، مش عايزك تقلق. صفحاتك ما بتقدركش وما بتعبركش وما بتكتبلكش الماتشات بتاعتها. انا ان شاء الله هطلع واقول لك ان الزمالك لعب النهارده، الزمالك هيلعب بكره، الزمالك هيلعب بعده. ما تقلقش يا صاحبي، كل ما تخسر بطوله ان شاء الله هتلاقيني انا اطلع واقول لك. بس انا مش بحفل، انا بعرفك عشان تعرف ان انت غالي عندي. انت اخويا يالا، انت اخويا، فما تفهمنيش غلط. فهتلاقيني دايما على طول بعرفك كده نتائج ايه، نتائج الفرق بتاعتك باذن الله. ونتقابل بقى ان شاء الله بكره ماتش الاهلي باذن الله مع البلديه. ربنا يكرم يا رب باذن الله كده، ونقدر نفوز بالمباراه دي عشان نعرف نركز في بطوله افريقيا ان شاء الله. في بطوله افريقيا، اصل في ناس يا جماعه معلش انا اسف برضو، في بعض الصفحات بتكتب على صفحات الزمالك بتكتب افريقيا يا زمالك. فيا جماعه دي مش افريقيا دي اللي هي الاهلي والترجي، هي دي بطوله افريقيا. لكن تاني اسمها كونفدراليه. لو حضرتك بتتحرج منها او مش عارف تكتبها ما تكتبش، قول يا رب تكسبوا بس وخلاص، لكن ما تقولش افريقيا. اصل الناس بتضحك علينا بره، الناس بتقول لك الاهلي والزمالك معقوله بيتطوع وبيشجع الاهلي في افريقيا؟
فالموضوع بيبقى صعب شويه. المهم ربنا يكرمنا ان شاء الله ودايما كده فرحانين باذن الله. وطبعا احنا هننتظر بقى الكسبان من الاتحاد وسبورتنج، ويا ريت يكون الاتحاد عشان ناخد ايه حقنا منه في بتاع الماتش بتاع بطوله الكاس اللي كسبه، وان شاء الله يكون في حكام اجانب عشان نقدر ناخد البطوله باذن واحد احد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.